السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم فنون الطبخ مع حسنية. تنرحب بكم ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم الوصفه اللي غادي نقترح عليكم بالمكونات اكيد تكونوا عرفتوها. غادي نشارك معكم حريشات بالكوك والفينو، كيجيو رائعين بزاف، لذاذ مختلفين للحريشات اللي تنوجدوا دائما. وصفه زوينه بزاف، تحضروها كتجي اكثر من رائعه. فاليوم غادي نحضروها بالكريمه. انا كنوريكم الكريمه اللي استعملت، لانني هنا غادي نعوض يوغورت او دانون طبيعي بالكريمه ديال الطبخ. اي نوع ديال الكريمه عندكم، وإلا كان دانون طبيعي كان احسن، لان الوصفه الاصليه فيها يوغورت او دانون طبيعي. هنا بالنسبه للفينو غادي نوريكم الفينو النوعيه اللي استعملت، يعني دقيق الفينو الرقيق، يعني اللي كنستعملوه في الخبز في البغرير في المسمان. فالفينو يعني وريتكم انا غير الخنيشه اللي استعملت. فهنايا هاد المكونات هادو كلهم غادي نذكرهم معكم وانا كنحضروا الوصفه ديالنا. ولكن اول حاجه غير قبلوا على الصوص ديالي، لانني ضربني شويه البرد، فغير قبلوا على الصوص وصافي. فقلت خاصني نسجل معكم فيديو ونحط معكم الوصفه، لان هاد الوصفه هادي كتجي سريعه، يجيو عندك الضياف حضريها بسرعه. هنايا كناخذوا الاناء اللي غادي نخلطوا فيه الحرشه ديالنا. كنديروا جوج بيضات اللي هما صغار. الا درتو كان عندكم البيض كبير كديروا وحده كبيره، الا كان عندكم صغير كديروا جوج صغار. عندنا هنا كاس مع مرش ديال السكر، يعني كاس قل ربع ديال السكر. من الاحسن انكم ما تكثروش السكر بزاف باش ما تجيش حلوه بزاف. كنضيفوا السكر على البيض، وكنضيفوا الفاني كذلك. شتوني ضفت الكيس ديال الفاني لاننا غادي نسموها بالفاني. فكنخلطوا هذا البيض مع السكر مزيان حتى كيتخلط لينا، يعني نحسوا بداك السكر داب. كنضيفوا كاس قل ربع ديال الزيت، وغادي نضيفوا كذلك كاس قل ربع ديال الكريمه ديال الطبخ. هنايا الوصفه الاصليه راه فيها يوغورت طبيعي. فايت ليا موجدها هاد الوصفه هادي، راه فايت لي موجدها قبل وحضرتها جات رائعه بزاف، فقلت ضروري خاصني نشاركها معكم. فصراحه ما توفرش عندي يوغورت او دانون طبيعي، فدرت كانت عندي متوفره عندي الكريمه ديال الطبخ فدرتها. نتوما الا كان عندكم متوفر دانون تضيفوه كان احسن، كان عندكم الكريمه كتضيفوها، ولكن مجربها بيوغورت كتجي احسن. المهم نحط جهيتها صراحه ونحضرها باللي كاين. فهنا عندنا كاس ديال الكوك. كاس الكوك اللي كيكون ميدم وما كيكونش غليظ بزاف، كيكون رقيق. فاذا كان عندكم غليظ فكطحنوه شويه في الهاشوار ولا في الطحانه باش يعود رقيق، ما يكونش غليظ بزاف. كنضيفوا كاس ديال الكوك عامر مزيان، الكوك اللي كيكون نوعيه جيده اللي كيكون ميدم. هاد المزيج ديال الكوك والفينو كيعطي واحد القوام اللي كيجي غزال بزاف. كنحاول نوريكم مره اخرى بان انا استعملت هنا الفينو او دقيق السميد الرقيق جدا، يعني هنا الفينو ماشي السميده. كنضيفوا جوج اكياس ديال خميره الحلويات من وزن 7 غرام ولا 8 غرام ماشي مشكل. المهم جوج اكياس ديال خميره الحلويات، ولا تقدروا ديروا باكيه ونصف. الا درتو بيضه وحده كديروا باكيه ونصف، الا درتو جوج بيضات كديروا جوج خمارات. انا كنضيفوا جوج كيسان ديال الفينو كيف ما كتلاحظوا. ضفنا الكاس الاول وضفنا الكاس الثاني مع جوج خمارات، وكنخلطوا هاد الحريشات ديالنا غير بالخلاط اليدوي. ما نحتاجوش نهائيا اننا نديروا فيهم يدينا، لان هاد الحريشات هادو كيبقاو شويه مطلوقين، ما يعني ما كيجيوش مجموعين بزاف بحال الحرشه العاديه اللي كتعرفوا. فضروري انهم خصهم يبقاو شي شويه العجين ديالهم مرخوفه. فانا باقي خاصني واحد شويه ديال الفينو، فغادي نضيف هنايا. الا استعملتو بيضه وحده فايت لي وجدتها بيضه وحده هزات لي جوج كيسان ديال الفينو بالضبط. هنايا فضفت واحد نص كاس ديال الفينو، كنضيفو شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. اكيد هنايا كيما قلت لكم لانني هنا استعملت الكريم واستعملت جوج بيضات. نتوما الا استعملتوا يوغورت طبيعي واستعملتوا بيضه وحده كبيره راه ما كتهزش لكم نفس الكميه ديال الفينو. دائما ضيفوه شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام بحال هذا الشكل هذا. خاص القوام ديالكم يكون العجين اللي كتكون مرخوفه او كتكون شويه مطلوقه، ما خاصش تكون قاصحه، لان الا قصحنا ما غاديش نحصلوا على النتيجه اللي زوينه. هذا كيكون هو الشكل ديالها. فغادي نغطيوها نخليوها ترتاح لمده ديال 5 دقائق باش كتشرب لينا ديك السوائل اللي بقاو، وما تبقاش جاريه، يعني تشد في راسها. يعني كيف ما شفتوا فتشدت تبارك الله في راسها، يعني تجمعت. نقدروا نشكلوها كيف ما بغينا.
فالقوام ديالها ضروري خاصو يكون بحال هكا، ما خاصوش يكون قاصح. كنأكد عليكم ان ما خاصوش يكون قاصح. هنا عندنا شويه ديال يعني تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكوك و2 معالق كبار ديال الكوك وديال الفينو عفوا. كنخلطوهم هما باش غادي نفندو هاد الحريشات هادو. اكيد كنكونوا موجدين لاطه ديال الفران اللي غادي نحطوها فيها الحريشات ديالنا. هنا كناخذ واحد شويه ديال الماء باش كندهنوا يدينا باش مكيلصقوش لينا الحريشات، لانهم اكيد كيكونوا كيلصقوا في اليدين. صافي كنكوروهم على شكل الكويرات اللي هما صغار. يعني الحجم من الاحسن انكم ما تكبروهمش بزاف، يعني ديروهم حجم اللي هما صغير متوسط، لانهم فيهم الخميره باقي غادي تضاعف الحجم ديالهم. في هذه المرحله هذه راني شعلت الفران كيسخن، ضروري انه يسخن من الفوق ومن التحت مزيان على 200 درجه. الا كان عندكم الفران ديال الكاس كتشعلوه يسخن مزيان حتى كيسخن، وكتدخلوا ليهم الحرشه ديالكم كتشعلوا ليها العافيه من الفوق منها باش كتشقق معكم، وكتحصلوا على داك التشققات اللي هما اللي كيعطيو منظر اللي هو رائع بزاف. فضروري ان الفران كنأكد عليكم انه خاص يكون سخون مزيان. منين تدخلوا الحرشه ديالكم خاص العافيه تكون فوق منها. فغادي نستمر بنفس الطريقه كنشكل الحريشات ديالي. فصراحه الفينو كيجي في الحريشات، فايت لي وجدت معكم الحريشات في المقله، يعني الحريشات العاديه اللي كنحضرهم حضرتهم معكم بالفينو، كيجيو اكثر من رائعين صراحه. الحرشه بالفينو الا جربتوها غادي تستغناو على الحرشه بالسميده، لانها كتجيب واحد القوام واحد الرطوبه، كيعطي الفينو والحرشه واحد القوام اللي زوين بزاف. فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي، كنكورهم وكنفندهم مزيان بالفينو والكوك. كيف ما كتلاحظوا كنحاولوا نفندوهم مزيان وكنحطوهم في اللاطه ديال الفران. فهنايا ملي كنحطوهم من اللاطه ديال الفران كنحاولوا نضغطوا عليهم غير واحد شويه في الجوانب باش ما كيبقاوش يعني باش ما يجيوش غراض بزاف. كنحاولوا نقادوهم وندخلوهم للفران. كما قلت لكم الفران خاصو يكون سخون مزيانا على اعلى درجه. ملي كتدخلوهم كتشعلوا لهم العافيه من الفوق منهم حتى كتشوفوهم تشقوا، وكتشعلوا لهم العافيه من التحت كيتحمروا لكم، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مشقين، كياخذوا هذا اللون غزال بزاف. كيف ما شفتوا كيجيو على هذا الشكل هذا شكلا ومذاقا كيجي رائع. العشاق ديال الكوك هاد الحريشات هادو غادي يوليو معتمدين عندكم، انهم فعلا كيجيو لذاذ بزاف. وكما قلت لكم الا استعملتيهم باليوغورت او دانون طبيعي كيعطي نتيجه اللي هي احسن، وكيجيو رطبين بزاف من الكريمه صراحه. لانني فايته محضراهم بالكريمه اللي بيوغورت، وحضرتهم دابا معكم بالكريمه لان ما كانش متوفر عندي، فعرفت الفرق ما بين الكريم ويوغورت او دانون طبيعي. هذا هو الشكل ديال الحريشات ديالنا، وهذه هي الكميه اللي خرجت لنا هذه الحريشه هذه. تبارك الله كتخرج كميه اللي هي كبيره، كميه اللي عائليه تبارك الله. هاد الحريشات هادو كما قلت لكم لعشاق الناس ديال الكوك فغادي يعجبوهم بزاف. كيجيو الحريشات محمرين من جميع الجوانب، كيجيو رطبين معلكين في نفس الوقت. كيجي ديك القشره الفوقانيه ديال الحرشه كتجي مقرمشه في نفس الوقت كتجي لداخل رطيبه ومعلكه. داك الفينو كيعطيو واحد الرطوبه مع البنه ديال الكوك والفاني، فالمزيج اللي هو غزال بزاف. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنحلها لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل مسمدين صراحه رطيبين معلكين. فغير قبلوا على الصوص ديالي، ونتمنى نكون وصلت الفكره كيف ما هي. فشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، تشجيعاتكم، ولا لا يخطيكم عليا، ولا وصفه قادمه ان شاء الله.